او على الناس، هيردوا بكل ادب في كل موقف. احنا تمام مش هنعلمه اكيد ان هو يرد بطريقه مش مؤدبه، ولكن علميه ازاي يرد يدافع عن نفسه في اي موقف، حتى لو شخص كبير اتكلم معاه باسلوب مش لطيف. هقولك ازاي تعلمي طفلك ازاي يرد على صحابه او الناس الكبيره اللي بتضايقه. تمام. القرايه بقت اصعب حاجه. والله صح يا هبه، والله صح، احنا بنعاني واولهم انا يعني كلنا اكيد بنعاني. فنحاول كده ان احنا يعني نلقط كام معلومه كده لعل وعسى حد يستفيد منها يعني. فعلا حبيبتي يا مساجد منوراني والله. يعني مثلا لو ابنك عبد الله، اهلا وسهلا وعليكم السلام، لو مثلا ابنك راح يلعب مع حد من صحابه وقال له لا احنا مش عايزينك انت تلعب معانا، ازاي يرد في موقف زي ده؟ تعلميه ان هو يرد في نفس الوقت ويقول لهم انا كمان مش عايز العب معاكم. تمام. لازم يتعلم ان هو يرد، مش بقى يروح يعيط على جنب بس دول مش عايزين يلعبوني. لا، علميه يرد عن اي حد بيضايقه. الحمد لله يا عبد الله، منور الدنيا. فيرد عليهم يقول لهم انا كمان مش عايز العب معاكم. مهم جدا اكون مفهماه ان عادي اقابل ناس ما تحبش تلعب معايا، مش معنى كده ان انا وحش. يعني لازم انا برضو ابقى موضحه لطفلي ان انا عادي ممكن اترفض، وممكن صحابي ما يقدوش ان هم يلعبوا معايا في اي وقت. مش معنى كده ان انا وحش او فيا حاجه غلط. لا، في ناس يعني بيبقى ليهم طريقه لعبهم مختلفه عن طريقه لعبنا، فاحنا ندور على اللي شبهنا، ندور على الاطفال اللي زينا اللي تقبل ان احنا نلعب معاهم. تمام. مش ان هو بقى يقعد على جنب ويعيط، لا، علميه ان هو يدور على شخص تاني او حد تاني لان هما ممكن يبقى ليهم طريقة لعب غير طريقة لعبنا، فهندور على حد تاني او حد كويس يلعب معانا. بالطريقة دي هكون علمته حاجتين مهمين. تمام. بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي لما تعلميها لطفلك انت كده يعني هتبرزي فيه حاجتين. اول حاجة هتعلمها له ان عادي جدا ان انا اترفض، ومش معنى كده ان العيب فيا، بالعكس. تاني حاجة ان لما اترفض ما اقعدش اعيط ان انا مش لاقي حد يلعب معايا، لا، اقوم واروح ادور على حد مناسب ليا ان انا العب معاه ويكون موافق ان احنا نلعب مع بعض، او طريقة لعبه زي طريقة لعبي. تمام. آم، وعليكم السلام لطيف. هلو هلو هلو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التعليقات وقفت ولا انتوا اللي مش بتكتبوا؟ وعليكم السلام يا استاذ حسن. لا شغال تمام، سكتوا مرة واحدة اهلا يا استاذ حسن، منور الدنيا. كل الاولاد بيعانوا من ده في الحضانات والمدارس، بالظبط كده، بيتعرضوا لمواقف من دي كتيره قوي. فانت لما تعلمي طفلك حاجه زي كده، ده هيديله ثقه بنفسه ومش هيضايق من تصرفات صحابه ايا كان هما نسمعك. تمام يا ماستر. وانت طيب يا استاذ حسن، عيدك مبارك، كل سنه وانت طيب. ابو محمد وعليكم السلام. منور يا ماستر. من هبه. حسان وعليكم السلام، اهلا وسهلا، منورين كلكم. ماشي، اللي ما عملش البصمه يعمل البصمه. فدايما تعلمي طفلك الحاجات اللي بتديله ثقة بنفسه بعد كده، حتى لما يكبر يدخل مدرسة بتاع يبقى عارف ازاي يتعامل مع الأطفال اللي زيه أو الأطفال اللي بيضايقوه، أو يرد عليهم ازاي لو حد مثلا اتكلم معاه بأسلوب مش حلو أو اتريق على شكله أو قاله مش عايز ألعب معاك. لازم هو يبقى عارف ازاي يرد. تمام. تسلم يا حسن، اعمل البصمة، انت نسيت. ايوه يا ماستر، ركز كده